وش سالفة المؤثرين؟ وش صاير بالمؤثرين هالأيام؟ واحد يسب على البث، والثاني يصرخ، والثالث يسوي مشكلة عشان ترند. يعني عبسي يسب على الهوا عادي، وبشار يشحد لايكات يقول اضغطوا لايك عشان التقي برونالدو. يا جماعة وين المحتوى؟ وين الفكرة؟ صار كل شيء صراخ، استعطاف وتمثيل زايد. اليوم لايك، بكرة دمعة، وبعده قصة حزينة. المشكلة الناس تتفاعل، وكل ما زادت المشاهدات زاد الجنون. مو كل شيء ترند يستاهل، ومو كل مشهور فعلا مؤثر. السؤال الحقيقي، احنا نتابع لأن المحتوى حلو، ولا بس لأن التفاهة صارت تمشي أسرع من المحتوى؟ وإذا قلت يمكن وقفنا هنا، لا، لأن في مستوى ثاني. هالأيام طلع لنا ترند جديد، طلاق عشان الشهرة. موسيقى حزينة واللايف شغال، الناس تتعاطف، تواسي، وتكتب الله يعوضكم، والمشاهدات تطير. وبعد كم يوم ستوري ضحك، قهوة، وصورة مع بعض، كأن الطلاق كان إعلان. السؤال هنا، تطلقوا صدق ولا غيرتوا نوع المحتوى؟ شكل بعضهم ما انفصل عن شريكه، انفصل عن الخصوصية عشان كم لايك وكم ترند وشوية شهرة. وغيرهم بعد، عيال التيك توك سالفتهم سالفة تحديات بلا معنى، بس اسمها ترند. هذا يرشمي على راسه، ذاك يطيح من الضحك، والثالث يقلد وهو مو فاهم ليش. المهم كم ثانية وتطلع بالإكسبلور، ناس تخاطر بنفسها وناس تستهبل، وكلهم يقولون عادي. وإذا قلت وش الفايدة، قالوا ضحك. مو كل شيء ينزل يستاهل، ومو كل تحدي ينفع. بعضها بس وقت ضايع وترند يروح. وبعدها جاك فصل جديد، شحاد على البث يفتح لايف مو عشان محتوى، عشان يقول يا جماعة لايك، يا جماعة هدية، باقي شوي ونكسر الرقم. واحد يقول ادعموني، الثاني يقول ترى تعبان، والثالث يقول هذا حلمي. والحلم دايم مربوط بزر، اضغط، ارسل، لا تكسر. والأغرب لو ما دعمت قالوا ما وقفت معنا، وانت بس داخل تتفرج. صار البث مو تفاعل، صار عداد. مو كل لايف محتاج صدقة، ومو كل مشهور محتاج دعم. بعضهم بس محتاج يشتغل، مو يشحد. بالنهاية المشكلة مو بالمؤثر ولا بالترند ولا بالتيك توك، المشكلة فينا. نضحك، نتعاطف، وندعم أي شيء، لين صار الصراخ محتوى، والدموع إعلان، والتفاهة أسرع من العقل. ولو اخترنا وش نتابع، يرجع المحتوى محتوى. الشهرة ما تصنع قيمة، القيمة هي اللي تصنع شهرة.